طبعا شباب راح نشرح عن هذا التطبيق اليوم، وراح نجرب نحل مشاكله يلي بدك صارت تشاهد المقطع حتى نهايته. صحيح راح يكون الشرح طويل، بس حتى تستفيد وتفهم الطريقة صح، لأنه بي مشاكل جديدة طالعة بالتطبيق بدنا نحلها، وركز بالشرح حتى تفهم الطريقة. السلام عليكم حبايب قلبي، شلونكم؟ إن شاء الله الكل يكون بخير، كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة. طبعا شباب اليوم راح نشرح عن هذا التطبيق، وراح نشوف او راح نحل المشاكل اللي راح تواجهنا بيه. راح تطلع لنا اكثر من مشكلة، وراح نضطر انه نستخدم النسخة القديمة ونرجع نحدث نسخة احدث منها حتى تفتح معانا على ارقام من دون مشاكل. البداية نفتح الفي بي ان ونشغله على اي سيرفر ولايات متحدة، الطريقة تعرفونها. نرجع نفتح التطبيق، طبعا نشوف البداية التطبيق انه يفتح معانا او لا. ما فتح معانا التطبيق، راح نرجع نبدل سيرفر، سيرفر ثاني للولايات المتحدة، نستخدم سيرفر ثاني، نشوف التطبيق يرجع يفتح معانا او لا. فتح معانا التطبيق، بس هل يا ترى هل راح ينطينا ارقام من دون مشاكل اما راح تواجهنا مشاكل؟ تابع الشرح، راح نشوف بالنهاية ايش راح يصير. راح نختار رقم ونشوف يعطينا رقم او لا. نقول الرقم على الواتساب، شباب ارجع واكرر واعيد، الشرح راح يكون طويل، ودك تشاهده للنهاية حتى تفهم الشرح تستفيد منه وتفعل رقم من دون ما تواجه مشاكل. طبعا الشرح بسيط وسهل، بس هن مشكلتين راح نحلن مع بعض وراح نفعل رقم. هي قاعد اجرب ارقام، طبعا اشوف الرقم الشغال او مو شغال معانا. يقول هنا انا لقد حاولت ارسال اكثر من مرة وتحقق، والارقام تنطيني خامل. هنا كل ما استخدم رقم قاعد يعطيني خامل. طبعا هذه اول مرة استخدم رقمين او ثلاثة، اول مرة بالتطبيق يوم استخدمته. المفروض من اول رقم يشتغل معايا، اما راح احاول وراح ارجع انه بشغل. هذا انطانا الساعة، راح ادور رقم مرة ثانية. ركز بالشرح مضبوط وخلك منتبه، لانه هنا بعد تحقق الرقم راح تواجهنا مشكلة، وحل المشكلة راح يكون هنا. بس دقق معايا حتى تستفيد من الشرح وتفهم الطريقة. كمان هذا انطانا الساعة، نرجع نعيده مرة ثانية. طانا دقيقة واقل. طبعا مثل ما شفتوا الرقم تعيده مرتين. الرقم اول ما تنسخه ما اشتغل معاك ترجع تعيده مرة ثانية، المفروض يشتغل معاك المرة الثانية. راح نعطيه تأكيد هذا الرقم ونتأكد من الرقم اذا اشتغل معانا او لا. أكد الرقم. طبعا الطريقة هنا تعرفونها، حط اي جيميل اي شي من عندك. بس هنا راح تواجهنا مشكلة، وراح نحاول انه نحلها بشي بسيط، وما راح تنحل معانا هنا. اما ركز هنا راح نشوف شلون راح احل المشكلة هذه. تعذر الاشتراك، راح احاول انه ارجع مثل التطبيق هذاك القديم عشان نشتغل. بنرجع نحط حرف او حرفين ما فتحت معانا،
انطانا مرة ثانية تعذر الاشتراك، راح نرجع نحاول مرة ثالثة. انطانا مرة ثالثة يتعذر الاشتراك، حد هنا التطبيق ما عاد يفتح معك، ما راح ينطيك رقم. ايش راح نسوي احنا بالحالة هاي؟ راح نرجع نثبت النسخة الحديثة. المفروض تكون عندك منزل النسخة الحديثة، ترجع تثبتها. تمام، راح نرجع نفتح ندور النسخة، راح نرجع نثبت النسخة الحديثة ونشوف اذا يفتح معانا او لا. النسخة الحديثة مو تصل حد المرحلة هذه وتروح تنزلها، لا ما راح يشتغل معاك. المفروض تكون نازلة عندك وجاهزة، من وصلت حد المرحلة هذه تثبت النسخة الثانية حتى يفتح معك التطبيق من دون مشاكل وينطيك رقم. تمام، هنا راح نثبت النسخة هذه، النسخة الحديثة. ركز معاي، مو تطلع هيك وتسحبها، تطلع بهذا الكبسة اللي بالوسط، تطلع بالكبسة هذا اللي بالوسط مشان ما تمسح التطبيق او ترجع، مشان التطبيق يرجع يحمل لحاله. التطبيق ترجع تفتحه من نفس التطبيق، ما ترجع تكبس هذه وتشغلها من الظهور خلف التطبيقات، لا ترجع تفتحه من التطبيق من هنا مشان يرجع يحمل من جديد، تحمل النسخة الحديثة. فتحت معانا، راح نكمل الأرقام. طبعا ما تغير لا سيرفر ولا تغير أي شيء، تحدث النسخة وترجع تفتح التطبيق مباشر، ما تفتحه من هنا الظهور فوق التطبيقات، ترجع تفتح التطبيق نظامي حتى يحدث التطبيق من دون مشاكل. نرجع نختار رقم هنا، رقم من جديد بعد ما حدثنا النسخة. نحط له رقم نسخ حتى نرجع نعيده مرة ثانية. تم التمكين من إرسال رسالة، الرقم مو شغال، نرجع نعيده مرة ثانية. لقد حاولت كمان مو شغال الرقم، راح نرجع نختار رقم آخر. نرجع نعيد الرقم مرة ثانية. طبعا شباب خطوات سهلة وبسيطة، عبارة هذا الرقم اشتغل معانا، عبارة تشغل النسخة القديمة حد ما يفتح معاك الأرقام، ما تفتح الأرقام، تروح تثبت النسخة الحديثة وترجع تكمل الخطوات صح. هذه كل حل مشكلة التطبيق. تستخدم بالبداية النسخة القديمة، بعدها ترجع تحدث النسخة الأحدث منها، تفتحها مثل ما أنا فتحتها بالضبط، خطوة خطوة مشان ما يطلع معك مشاكل أي شيء. طبعا هنا نسخة الحديثة نكمل بيها. استنى تفتح معنا الكابتشا، نحط له هنا أنا لست برنامج ريبوت. اختار ممرات المشاة، نختار ممرات المشاة. طبعا كل دولة راح ينطيها اختيارات شكل، وكل الدول نفس الشيء. نتعدى الخطوة هذه، نستنى التطبيق هنا حتى يفتح معانا لحاله، احنا ما راح نسوي بيه اي شيء.
طبعا بعد ما يفتح معنا تطبيق هنا ما نروح ننطي اتصال، مثل ما فتح معنا تطبيق هسه ما نروح ننطي اتصال، نفوت على اعدادات التطبيق، على الترخيص او الاذونات، ننطي الاذونات سماح كامل مشان بالاتصال ما راح نواجه مشاكل او ما راح يجينا الاتصال مضبوط. ندخل على معلومات التطبيق مثل ما شرحت قبل شوي، ندخل على الترخيص، نعطيه سماح الاتصال، أهم شي الاتصال مشان يجينا اتصال من دون مشاكل. طبعا اعطانا ترخيصات كاملة. رجعنا اتصال على الواتساب، نفتح نعطيه اتصال بي، نرجع على التطبيق نثني الاتصال، نستنى الاتصال حتى يصل. طبعا باللحظة هاي هنا صار عندي ضعف نت وفصل عند الفي بي ان، فصل الفي بي ان ما ظل شغال طبعا نهائيا، صار بي ضعف نت شوية. لما جانا اتصال نظامي راح ارد على الاتصال بس سكر الاتصال، رديت على الاتصال فهو فصل لحاله لانه صار عندي ضعف نت، فصل الاتصال لحاله. راح استنى اشوف هل يبعثولي بريد صوتي ام ما راح يبعثون، نستنى شوي نشوف ايش راح يسوون. المفروض يبعثولي بريد صوتي. مكالمة فائتة، المكالمة اللي فصلت ما لحقنا نسمع الكود. إذا كان عندك النت ضعيف نفس الطريقة هذه، لا ترد على الاتصال، خلى الاتصال حتى يخلص. مثلا من شوي صارت عندي الغلط هذه، كان النت ضعيف فرديت على الاتصال، فمثل ما شفتوا الاتصال فصل عندي وما رديت وما سمعت الكود. اما راح نرجع نحاول مرة ثانية نلطي اتصال، يعني حاولت افتح البريد ما فتح معاي من دون فايدة، ما فتح يعني الصوت. راح ارجع على التطبيق او على الواتساب اتأكد من الاتصال مرة ثانية اذا خلص الوقت المطلوب او لا. راح نعطي اتصال مرة ثانية، جاري طلب المكالمة، نستنى راح نعطينا طلب مكالمة. تعذر الاتصال، رجاء المحاولة لاحقا. مثل ما قلت لكم النت كان عندي ضعيف، فالاتصال المرة الثانية ما اتصل معاي بسبب النت. طاني تعذر الاتصال، حاول مرة ثانية لاحقا. نرجع نفتح التطبيق من جديد، نشوف البريد فتح معانا او لا، او يوصلنا بريد ثاني. فصل التطبيق، هنا التطبيق فصل معانا، نرجع من جديد ما جي نشغله. صندوق الوارد،
نرجع نحاول مرة ثانية على البريد نشوف يفتح او لا. طبعا هنا انفصل عند النت، وحاولت ارجع اشغل الفي بي ان لان الفي بي ان فصل معاي. حاولت ارجع اشغل الفي بي ان بس ما اشتغل معاي. طبعا بداية المقطع انه شغلنا الفي بي ان، خلص الفي بي ان ما عاد يلزمنا، من انطانا رقم واشتغل معانا تطبيق ما عاد يلزمنا. راح نرجع نعطيه اتصال مرة ثالثة او مرة ثانية نتأكد منه راح يصلنا الاتصال او لا. اتصل بي. طبعا الفي بي ان فصل من النت وانا لقيته شلت الفي بي ان. هسه اشتغل من دون في بي ان. طبعا الفي بي ان تحتاجه بالبداية بس حتى يفتح معك التطبيق، بعدها تشغله وتطفيه عادي ما عندك مشكلة مشان ما يضعف يسبب لك ضعف بالنت. نستنى الاتصال. هاي جانا اتصال مرة ثانية، نفتح الاتصال. مو طالع عندكم الصوت بسبب التصوير. نحط الكود. جار التحقق. تفاعل معنا واتساب برقم امريكي. اما حاليا ما خلصنا، راح نرجع نأمن الحساب مشان ما يجي شخص ثاني بعدنا يكون مثلا شايف الشرح يرجع يستخدم نفس التطبيق، يطلع عنده الرقم ويسحب رقمك، راح يروح منك الرقم. هنا خلك معاي راح نشوف شلون نأمن الرقم حتى ما يسحبوا شخص ثاني لما نرجع نفعله احنا. راح نأمن الحساب بتحقق خطوتين. نأمنه بكلمة سر بالبداية، وبعدها راح نأمنه جيميل. اما التحقق معنا مثل ما شفتوا. طبعا انا سرعت الحركة هنا شوي لان المقطع صار طويل شوي زاد، منشان ما احد ثاني يفعله وينسحب معنا. حتى اذا شخص ثاني فعل الرقم نفسه راح تطلعوا التحقق بخطوتين، وما راح يعرف الكلمة او البريد اللي حاطه انت، راح يرجع يعيف الرقم. يلا